السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض فايش الافران بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان بطريقه اقتصاديه جدا، ومقادير اقتصاديه موجوده عندك ان شاء الله، موجوده في كل بيت. يلا اللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويحط لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير مع بعض. معانا هنا طبق عميق هنحط فيه كوبايتين من الميه، ويستحسن تكون ميه دافيه، وهنحط كمان نص كوبايه من الزيت زي ما احنا شايفين، زيت يكون نوع حلو ملهوش ريحه. وهنحط معانا نص كوبايه من السكر، ومعلقه وربع من الخميره الفوريه، وهنحط 3 معالق من اللبن البودر لو متاح عندك، لو مش متاح خلاص هنعجن بميه عادي. وهنحط هنا معلقه صغيره من الكركم، وهنحط على طرف المعلقه كده شويه من بودره الزعفران، وهنقلب. طبعا بودره الزعفران دي عشان نعزز اللون بتاعنا. بعد كده هنقلب المواد السائله كلها مع بعض كده كويس جدا، وبعد كده هننزل بكيلو من الدقيق، ويكون عليه رشه من الملح. ولو متاح عندك ريحه الكحك تقدري تحطي معلقه صغيره من ريحه الكحك، لو مش متاح خلاص ما تحطيش. زي ما انت شايفه كده بدات اعجن الدقيق مع المواد السائله اللي انا حطيتها كلها، اللي هي الميه والزيت والسكر والخميره والكركم وبودره الزعفران والزيت، وكله مع بعض كده بدات اقلب. وطبعا انا عندي هنا كيلو دقيق اخد معايا كوبايتين ونص من الميه. انا حطيت في الاول كوبايتين، والنص كوبايه حطيته بالتدريج. بعد كده خرجت العجينه من البوله عشان اعرف ادعكها كويس جدا واعرف اخدمها، وعجنتها زي ما انت شايفه لحد ما وصلت للشكل ده. وبعد كده ضفت معلقه ونص من السمنه، اي سمنه متاحه عندك. انا هنا استخدمت سمنه نباتي عادي جدا من اللي موجوده، تقدري تستخدمي اي نوع سمنه. وبدات ادعك السمنه كويس قوي في العجينه لحد ما بقت معايا بالشكل الجميل ده، والترابيزه نطفت ما فيهاش اي حته عجين زي ما انت شايفه، العجينه طريه وزي الفل وزي الملح. بدات احطها بقى في البوله بتاعتي، وادهنها كده دهنه خفيفه من الزيت عشان لما تخمر ما تلزقش في البوله بتاعتي. بوريكي هنا الميه اللي فاضت مني، يبقى انا مقدار الدقيق بتاعي اخد كوبايتين ونص بالظبط من الميه. خلاص كده سبتها حوالي نص ساعه لحد ما اختمرت وبقت معايا بالشكل ده وتضاعف حجمها. بدات اخدها كده واقطعها لاربع قطع، احاول بقدر الامكان يكون القطع كلها متساويه زي ما انت شايفه. لو عندك ميزان تقدري توزنيها، هتطلع معاكي كل قطعه حوالي من 420 ل 450 جرام. وهبتدي اكورها كده واغطيها واسيبها حوالي ربع ساعه عشان ترتاح شويه، عشان لما اجي اشكلها تتشكل معايا بمنتهى السهوله، ما تمطش معايا وتبقى صعب ان انا افردها. خلاص كده انا سبتها حوالي ربع ساعه، وبعد كده بدات بقى اخد قطعه قطعه كده وافردها زي ما انت شايفه. افردها الاول بايديا، وبعد كده ابتدي استخدم النشابه. طبعا زي ما انت ملاحظه ان انا لا حطيت رشه دقيق ولا دهنت الزيت على السطح اللي انا بفرد عليه، لان العجينه بتاعتي مخدومه كويس جدا وطريه وجميله، مش محتاجه خالص ان انا اضيف لها اي حاجه. وان شاء الله مش هتلزق معاكي ولا اي حاجه، وهتشوفي هتبقى معايا بالشكل ازاي وانا بلفها معاكي. لا هتكون لازقه في الترابيزه بتاعتي ولا حاجه زي ما قلت لك، لان المقادير بتاعتي مظبوطه والعجينه مخدومه كويس جدا. خلاص كده بعد ما فردتها زي ما انت شايفه بدات الف الطرف كده، وابتدي اضغط عليه. كل ما الف جزء اضغط عليه بايديا كده ادخله لجوه، علشان خاطر الضغطه دي هي اللي هتديني الشكل الملفوف من جوه في الفايش. بعد ما يختمر كده ونخبزه ان شاء الله ويخرج ونقطعه، هتشوفي اللفه بتاعته. ده احنا ليه بيطلع الشكل ده؟ علشان احنا بنضغط زي ما انت شايفه كده بايدينا، تضغطي لجوه علشان يطلع معاكي ملفوف من جوه وشكله جميل، وان شاء الله يطلع معاكي الطعم برده جميل باذن الله. زي ما انت شايفه كده خلاص انا خلاص لفتها. بدات اجيب الطرف التاني وابتدي اضغط عليه كويس جدا بايديا علشان اضمن ان هو ما يفكش مني اثناء التخمير. وابتدي امسك الاطراف بتاعته كده الفها كويس قوي قوي، وابتدي اشوف كده اساوي السمك بتاعه من هنا ومن هنا يكون قد بعض، ما يكونش فيه طرف اتخن من طرف، يكونوا الاتنين قد بعض. وسمك الرغيف كله يكون قد بعض، ما يكونش فيه قطعة كبيرة وقطعة صغيرة. خلاص كده خلصت اول واحدة، بدأت بقى اخش على التانية. زي ما انت شايفة اتفردت معايا ولفتها، ومفيش اي قطعة عجينة كانت لازقة على الترابيزة بتاعتي ولا اي حاجة، زي ما قلتلك، لان العجينة مخدومة وشايفة بتتفرد معايا ازاي
ومنتهى السهوله، وبتتلف معايا ازاي كمان زي الملبن زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله. اهوت ببتدي بقى الفها كده وارولها واضغط كده بايديا. ما تنسيش الحركه دي، هي دي اللي بتخلي الفايش يطلع ملفوف من جوه. خلاص كده هبتدي بقى الف كده واضغط كده على الطرف التاني، وابتدي الف من الجنب ده والف من الجنب ده زي ما انت شايفه كده. هيطلع معاكي في منتهى الجمال ان شاء الله. مقادير ان شاء الله مظبوطه، ويطلع معاكي مظبوط من اول مره باذن الله. ما تنسيش بس تقولي لي في التعليقات رايك ايه في الفايش، وقد ايه هو سريع وسهل وطعمه كمان جميل. زي ما انت شايفه كده. خلاص قربت اخلص. انا عملت معاكي 2 وعملت 2 لوحدي. خلاص كده حطيت هنا في الصاج ده 3، وحطيت واحده في صينيه لوحدها. هسيبه بقى يختمر لمده نص ساعه. وبعد كده هبتدي زي ما انت شايفه كده، هو بعد ما قعد نص ساعه واختمر زي ما انت شايفه كده هيطلع معاكي بالشكل ده. هندخله بقى الفرن يكون متسخن من قبلها على درجه حراره 180. هيقعد معانا بالظبط نص ساعه. وهيطلع معانا بالشكل اللي انت شايفاه دوت. هتبتدي تسيبيه لما يبرد خالص خالص، وبعدين تغطيه. ويستحسن تسيبيه ليله كامله قبل ما تقطعيه. لو انت مستعجله قوي يبقى هتسيبيه 4 ساعات، وبعد كده تبتدي تقطعيه زي ما انت شايفه. هيطلع معاكي بالشكل ده. شايفه عامل ازاي وشكله عامل ازاي؟ تحفه ولونه تحفه اهو. شايفه من جوه اللفه بتاعته عامله ازاي؟ دي علشان احنا قعدنا نضغط على العجينه واحنا بنلفها. شكله جميل وتحفه، وان شاء الله يطلع معاكي بنفس الجمال دوت. ان شاء الله جربي. انا طبعا غيرت السكينه لان حسيت ان هي صغيره ومش مش هتسعفني في التقطيع، فجبت واحده كبيره. اهم حاجه تكون سكينه مشرشره علشان خاطر تقطعه معاكي بمنتهى السهوله. بعد كده هنبتدي ندخله الفرن طبعا علشان بقى ياخد التحميصه الجميله على درجه حراره اقل حاجه عندك خالص في الفرن. هتسيبيه بقى لما يتحمص براحته وياخد التحميصه التمام، وتحافظي برضو على اللون بتاعه زي ما انت شايفه كده. ويلا جربي، وما تنسيش بقى تكتبي لي في التعليقات، وما تنسيش اللايك والاشتراك. اشوفكم على خير، فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.